تخيلوا معي هذا المشهد. أحيانا لا تحتاج الدول إلى ترسانة عسكرية ضخمة لتغيير موازين القوى، بل يكفي مشروع واحد، مشروع هادئ يبنى بعيدا عن الأضواء ليحدث تأثيرا قد يتجاوز في نتائجه أخطر الأسلحة. في عمق الشرق المغربي قرب الحدود مع الجزائر يجري العمل على مشروع مائي ضخم قد يبدو للوهلة الأولى مجرد سد لتنمية منطقة صحراوية، لكن خلف هذا المشروع توجد معادلة جيوسياسية معقدة تتقاطع فيها المياه، الاقتصاد والقانون الدولي. إنه مشروع سد خنق كرو بمنطقة فكاك. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم ليس فقط ما هو هذا السد، بل هل يمكن أن يتحول إلى عنصر استراتيجي يؤثر في مشاريع اقتصادية كبرى على الجانب الآخر من الحدود؟ لفهم الصورة علينا العودة إلى الجغرافيا أولاً. المناطق الحدودية بين المغرب والجزائر تتقاسم موارد مائية طبيعية مشتركة، سواء عبر الأودية الموسمية أو الطبقات الجوفية. هذه المياه كانت تاريخيا تتدفق بشكل طبيعي دون حواجز كبيرة، ما جعلها موردا غير مباشر تستفيد منه مناطق واسعة على الجانبين. لكن مع التغيرات المناخية وازدياد الضغط على الموارد المائية، بدأت الدول تعيد التفكير في سيادتها المائية وإدارة مواردها الداخلية، وهنا يظهر دور السدود. تخيل معي عزيز المشاهد، سد واحد في عمق الصحراء المغربية قد يكون أشد فتكا وتدميرا لمخطط أعداء المغرب من ترسانة عسكرية كاملة. وهل تعلمون أن ساعة الصفر قد ضبطت بالفعل على عام 2027 لتعلن نهاية حلم المليارات لدى النظام الحاكم بالجزائر وتحوله إلى كابوس مفزع قبل أن يبدأ فعليا؟ فما هي قصة صنبور المياه العملاق الذي يوشك المغرب على إغلاقه للأبد في وجه أطماع الجيران ليتركهم يواجهون العطش التقني وسط رمال حارقة؟ فكيف تحول مشروع سد خنق كرو في فاكيك من مجرد منشأة مائية محلية إلى فخ استراتيجي عبقري سيجعل من أضخم منجم للحديد في الجزائر مجرد كومة خردة في الخلاء؟ وهل حقا أن المغرب بضربة معلم هادئة ودون ضجيج سيسترجع مياهه ويحمي حدوده ويدفع خصومه بغبائهم نحو خرق القانون الدولي؟ وهو الخرق الذي قد ينسف اتفاقية الحدود ويعيد خريطة الصحراء الشرقية إلى نقطة الصفر. حقائق صادمة وأسرار تكشف لأول مرة عن معركة كسر العظم المائية سنزيل عنها الغبار الآن. فهل أنتم مستعدون لمعرفة كيف تدير المغرب معاركها تدار بصمت القادة الكبار؟ سنة 2027 يا سادة هو التاريخ الذي يضعه صناع القرار في الرباط نصب أعينهم بينما يراه حكام الجزائر الموعد المحتوم للصدمة الكبرى. ففي منطقة فكيك الحدودية وبالتحديد في جماعة بني تجيت تجري الأشغال على قدم وساق بسرعة قياسية لإنهاء واحد من أضخم المشاريع المائية في تاريخ المملكة المغربية. إنه سد خناكرو، هذا العملاق الخرساني الذي لن يكون مجرد خزان للمياه، بل هو قفل استراتيجي ذكي جدا. فبينما كان النظام الجزائري غارقا في شعاراته الرنانة ومحاولاته البائسة لاستفزاز المغرب عبر التلويح بمشروع منجم غارج بيلات للحديد، كان العقل المدبر في المغرب يشتغل بصمت وهدوء ليوجه ضربة قاضية. والسر هنا يكمن في الجغرافيا التي لا ترحم. فالمياه التي كانت تتدفق كوديان هادرة من أعالي الجبال المغربية عابرة الحدود لتسقي الأراضي الجزائرية وتملأ سدودهم الجوفية ستتوقف قريبا عن هذه الهجرة المجانية. فسد خنق كرو ليس سدا عاديا، بل هو خامس أكبر سد في المملكة بسعة تخزينية مرعبة تتجاوز المليار متر مكعب، وميزانية ضخمة رصدتها الدولة بلغت 1.2 مليار درهم. والهدف الظاهر هو تنمية واحات فكيك وإنقاذ الشرق من الجفافة، وهذا حق مشروع. لكن الهدف الاستراتيجي الخفي والأكثر دهاء هو قطع شريان الحياة عن مشاريع الوهم التي يبنيها النظام الجزائري على الحدود. ولتبسيط الصورة لكم، تخيل أن الجزائر تخطط لتشغيل منجم غارج بيلات ضخمة وهو منجم الحديد. والجميع يعلم حتى المبتدئون في علم المعادن أن استخراج الحديد ومعالجته وخصوصا التخلص من نسبة الفوسفور العالية فيه، وهي مشكلة حديد غارج بيلات التقنية، يحتاج إلى كميات فلكية من المياه لغزل الخامات وتبريد الآليات. ومن أين كانوا يخططون لجلب هذه المياه؟ نعم،
كما خطر في بالكم كانوا يعاولون على المياه الجوفية والوديان التي تنبع أصلا من المغرب، وتصب عندهم ظنين أن المغرب سيبقى يتفرج على مياهه تذهب لإنعاش اقتصاد خصومه. وهنا تكمن النكة المرة التي سيتجرعها الكابرانات، فمع اكتمال سد خنق كرو سيتم تجميع تلك السيول الهادرة في بحيرة مغربية خالصة، وسيجد القائمون على منجم غارج بيلات أنفسهم أمام جبال من الحديد الصدق وبدون قطرة ماء لمعالجته، ليتحول المشروع الذي طبل له إعلامهم ووصفه بمنقذ الاقتصاد إلى كومة خردة في الصحراء تستنزف المليارات دون طائل، وهو ما نطلق عليه العطش التقني، حيث لا قيمة للمعدن دون الماء اللازم لاستخراجه. وهذا ليس كل شيء، فالمشهد يزداد عبثية وسخرية حين نعلم أن الشركات التي قيل إنها ستستثمر في المنجم، وهي غالبا واجهات لتهريب أموال الجنرالات إلى باريس وجنيف، ستجد نفسها في ورطة حقيقية. فكيف ستبرر هذا الفشل الذريع؟ وهنا يظهر تخبط الرئيس تابون ونظامه الذي يحاول القفز إلى الأمام عبر استفزاز المغرب متجاهلا القانون الدولي. فالجزائر حين تلوح باستخدام المنجم بشكل أحادي دون المغرب فهي تخرق بشكل واضح اتفاقية 15 من يونيو عام 1978 الموقعة في الرباط والمودع لدى الأمم المتحدة. وهذه الاتفاقية لمن لا يعرف تفاصيلها هي لغم قانوني شديد الانفجار، فهي تنص بوضوح على الاستغلال المشترك للمنجم مقابل ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر. والجميل في الأمر أن الاتفاقية مترابطة، أي باكج واحد، فإذا نقضت الجزائر بند الاستغلال المشترك فإنها أوتوماتيكيا تنسف بند ترسيم الحدود، مما يعيد قانونيا وتاريخيا طرح ملف الصحراء الشرقية التي اقتطعتها فرنسا من المغرب وضمتها إلى الجزائر على الطاولة من جديد، وكأن النظام الجزائري بيده لا بيد عدوه يفتح على نفسه أبواب الجحيم القانوني. فالمادة 17 من الاتفاقية واضحة وضوح الشمس في كبيد السماء، وتشير إلى اللجوء لمحكمة العدل الدولية في حال الخلاف. وقتها لن ينفعهم الإعلام المأجور ولا المقالات المدفوعة الثمن في منصات عالمية مثل بلومبرج أو غيرها، التي اكتشف الجميع أنها كانت مجرد حملات مدفوعة بأموال الغاز لتسويق وهم الازدهار، في حين أن الواقع يقول أن الشحنات التجريبية التي يتحدثون عنها هي كما يقال مجرد ذر للرماد في العيون ومسرحيات رديئة الإخراج لا يصدقها حتى المواطن الجزائري البسيط الذي يقف في طوابير العدس والحليب. فكيف لنظام عاجز عن توفير الماء الشروب لمدنه أن يوفر ملايين الأمتار المكعبة من المياه لمنجم في قلب الصحراء القاحلة ويبعد عن أقرب منفذ بحري بأكثر من 1600 كيلومتر؟ إن صدق نكرو ليس مجرد بنية تحتية، بل هو رسالة سياسية مشفرة من الرباط مفادها أن المغرب يمارس سيادته التامة على موارده، وأنه لن يسمح باستغلال قطرة ماء واحدة لتقوية شوكة من يتربص به شرا. والأدهى من ذلك أن هذا المشروع المغربي سيعيد الحياة للواحات المغربية وينعش الفلاحة ويخلق فرصة شغل لأبناء المنطقة. ويكفي الإشارة بأن مليار متر مكعب من الماء ستوفر أكثر من 2,000,000 طن من التمور، والمغرب يستورد سنويا أزيد من 100,000 طن، وبهذا سيتحول المغرب من مستورد إلى أكبر المستوردين العالميين. بينما على الجانب الآخر من الحدود سيبقى غارش بيلات شاهدا على سوء التخطيط والغباء الاستراتيجية. وحين يأتي عام 2027 ويقف المسؤول الجزائري أمام المنجم باحثا عن الماء فلا يجد إلا السراب. والآن الكلمة لكم يا سادة لتقمص دور المحلل الاستراتيجي في التعليقات أمام هذا الخلق المائي الذكي. هل تعتقدون أن تهور نظام الجار الشرقية سيدفعه فعلا لخرق اتفاقية عام 1972 وبالتالي تقديم هدية قانونية مجانية للمغرب للمطالبة باسترجاع الصحراء الشرقية؟ شاركون رأيكم في التعليقات.